شحال من مره ملي كيدور شي حوار بيناتنا كيقول لك شي واحد وآمن بالله، يعني باش يأكد على هضرته وتيقوا في داكشي اللي قال لك. وهنا خصك تساءل، شنو هو الإيمان بالله؟ الإيمان بالله هو أنك تصدق من قلبك بوجود الله سبحانه وتعالى، وتقر بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وبالنسبة للشق الأول اللي هو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، هذا كيدل عليه الفطرة اللي مركوزة في الإنسان وما كيحتاج معاه حتى شي تكلف باش يستدل عليها. ولهذا ملي كطرى الإنسان شي حاجة ولا كيوقع في شي شدة كيلتجئ مباشرة بالفطرة ديالو إلى الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يجيب الداعين ويعطي السائلين ويجيب المضطرين. وما كاينش شي واحد فينا الا وعنده قصه مع الله سبحانه وتعالى في شي دعوه كان دعاها مخلصا لله تعالى واستجب ليه مباشره. ولهذا دعوه الانبياء والمرسلين ما جاوش الاقوام ديالهم باش يبينوا لهم بان راه كاين الله موجود وخصكم تامنوا به، لا، وانما جاوا الاقوام ديالهم باش يوحدوا الله سبحانه وتعالى في العباده وما يشركوش معاه. كما في سوره الانبياء ان الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومع وضوح هذا الأمر نقدروا نتصادفوا مع ناس كيتساءلوا على أدلة وجود الله بالمنطق والعقل، فيقال لهم أولا الحادث لا بد له من محدث، فأي حاجة كتبان لك موجودة ومصوبة ومقادة راه بالمنطق والعقل بأن راه كاين اللي وجدها وصوبها وقادة. فإلا دخلتي مثلا شي غابة وما فيها حتى شي واحد بوحدك كتسالى فيها شوية بانت لك الطبلة مفرشة ومحطوط فيها الأواني والديسير ودايرين بها الكراسة، فتلقائيا بالفطرة والمنطق غادي تقول راه باين شي واحد هو اللي وجد هاد الطبلة ودور عليها الكراسة. فإذا هاد المخلوقات من البهائم والحيوانات والطيور وغير ذلك من التنوع ديال المخلوقات كيدل على أن خالق هو اللي وجدها، ويستحيل منطقيا أنها تكون تخلقات بلا ما يخلقها الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك ما يمكنش تكون هذه المخلوقات هي خلقات راسها، هي وجدت راسها، لأن ما يمكنش هي كانت في العدم ما كايناش أصلا ثم واحد لقيتها وجدت راسها وخلقات راسها. فما دام أنها ما يمكنش تكون تخلقات من دون خالق وما يمكنش هي تخلق راسها، كان لزاما بالضرورة أن الخالق سبحانه وتعالى هو اللي خلقها ووجدها. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطور بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاء عنده بعض الملاحدة اللي كينكروا وجود الله وقالوا لي بغينا نناظروا. قال لهم أبو حنيفة رحمه الله: واخا ما كاينش مشكل، ولكن ديروا واحد النهار نتلاقاو فيه. ملي جاو هما في ديك الوقيته كيتسناو ابو حنيفه هو غادي يبان هو غادي يجي، تعطل ما بانش حتى قالوا وصافي هو راه تفضح ما عنده ما يقول في هذا الامر هذا. شويه ويبان لهم جاي وما يقولوا ليه: يا ابا حنيفه شفناك تعطلتي، حنا درنا في الصباح انت ما جيتي حتى العشيه، صافي قلنا راك ما جايش. اش قال لهم؟ قال لهم: ودي انتم عارفين بان بيننا وبينكم واحد الواد، وهذاك الواد لا بد من شي باطو ولا فلوكه اللي غادي تهزني ليكم، وما لقيتش. جيت وبقيت كنتسنى ديك واحد لقيتها بنتي واحد الخشبه جايه من لهنا وواحد الخشبه عاوتاني جايه من لهنا وواحد الخشبه اخرى جايه من الجهه الاخرى، وبداو كيتجمعوا عندي. واحد لقيتها عاوتاني جاو المسامر وجاو الحبال والقنادب بداو تيتلواو مع بعضياتهم شويه تكون فلوكه وسفينه، وانا نطلع فوق منها وانا نقطع الواد وانا جيت لعندكم. داكشي علاش تعطلت. ملي سمعوا هذوك الملاحده قال هاد الهضره هادي اش قالوا ليه؟ قالوا لي: انت مجنون، انت احمق، انت صافي مشى لك العقل. وهنا رد عليهم ابو حنيفه رحمه الله قال: نتوما رديتوني حمق حيت قلت لكم راه السفينه تكونت الراسه، اما نتوما ادعيتوا هذا الكون كله بالاشجار والوديان والانهار والاحجار والجبال والنجوم والكواكب والبحار والانهار والحيوانات والبهائم والطيور، ان هذا الشيء كامل توجد غير هكاك صدفه بلا حتى شي حاجه. فشكون اللي اعظم جنون واكثر حمق؟ فهنا تصدموا دوك الملاحده وما بقى عندهم حتى شي جواب. كذلك من الأدلة الواضحة على وجود الله سبحانه وتعالى هذا الكون العظيم اللي هو شاهد على وجود الله تعالى. ففيما دورتي عينك وتأملتي في ملكوت الله سبحانه وتعالى كيبان لك كل شيء مقاد وما تلقاش الخلل أبدا.
فما عمر شي نهار تلقى بأن الشمس وقع عليها العطب، ولا الكواكب ولا القمر يوقع عليها خلل في النظام، مصداقا لقول الله جل وعلا في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال الله جل وعلا في سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالنظام اللي غادي عليه الكون غادي بواحد الدقة واللي ما عمره يوقع فيه خلل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.